النهارده يا جماعه في بلاوي قسما بالله انا ما عارف هقولها ازاي، فعايز اقول لكم تعالى ده في بلاوي. ازيكم يا جماعه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. انا هجمد قلبي النهارده يا جماعه وهقول لكم على البلاوي دي النهارده. من ضمنها طبعا بلاوي مش تجيب ضحك، هتجيب صريخ. في بلاوي تخص زين وكندا ولادي، وفي بلاوي تخصني، وفي بلاوي عامه. يعني انا شايف ان انا بعد كده هنوع لكم يا جماعه مجموعه بلاوي كده في فيديو واحد، مش تبقى بلوه واحده. يلا بينا، هخلي لكم بلوه كندا اخر بلوه علشان دي في شيء مش طبيعي يا جماعه. خلينا نبدا مثلا ببلوه زين. زين يا جماعه بقاله فتره زي كل الاطفال اللي في سنه ماسك لي في لعبه طبعا مشهوره جدا. يعني انا كنت بلعبها زمان الصراحه اول ما طلعت، ولكن خلاص مليت منها. زين ابني بقى منبهر بيها. انا بحب اللعبه دي قوي يا بابا. يا حبيبي حبها والله، انا مش ممانع. زين لازم تخصص وقت للعب. انت في اجازه العب كوره، العب بلاي ستيشن، العب مش عارف ايه، انما مش كله اللعبه دي. مش عايز اقول اسمها علشان ما يبقاش اعلاني يعني، ولكن هو بقى قاعد عليها 24 ساعه. اضرب يلا، العب يلا، هات طلق، هات مش عارف ايه. 24 ساعة يا جماعة. ما بقتش عارف اقول له ايه. من كام يوم قال لي انا هخرج مع اصحابي، قلت له ماشي، هنروح نقعد في نادي مش عارف ايه كده وفي كافيه وبتاع، وهنقعد يعني خروجه كده وناكل ونشرب. فقلت له تمام يا زين. المهم راح. فبعدها بنص ساعة ولا ساعة كده قلت اروح اطمن عليه. لقيته هو وثلاثة زمايله قاعدين بيعملوا ايه؟ قاعدين بيلعبوا. هو انتوا خارجين تغيروا جو وتشموا نفس وتقعدوا ترغوا بقى وتضحكوا وتقولوا نكت وبتاع، تغيروا بقى جو الامتحانات؟ انتوا في اجازه. لا، خارجين يلعبوا. هو انت يالا كنت بتقول لي اشحن لي الباقه علشان لما تروح تقعد تلعب يالا؟ لما خلص وروح قلت له تعالى يا زين، وبعدين بقى احنا هنفضل ماسكين في اللعبه دي ولا ايه؟ مفيش لعب تانية؟ اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ هات لي لعبه تانية وانا العبها. انت وزمايلك يا زين غيروا، شوفوا لعب تانية يا زين. الساعه 3 الفجر الاقي زمايله بيرنوا عليه، يلا يا زين احنا داخلين نلعب جيم. الساعه 3 الفجر. وانتوا عشان اجازه فاضيين للعبه دي بس. المهم انا خدت قرار، قلت له زين هات الموبايل ده. يا بابا خلاص يا بابا هلعب بس ساعه في اليوم. وعد ساعه يا بابا في اليوم. خصص وقت يا زين، اعمل جدول كده. الصبح هلعب، هصلي، مش عارف ايه، هرسم شويه، هلون شويه، هلعب مزيكا كده. خصص وقت. حاضر يا بابا. ومن ساعتها يا جماعه ما شاء الله الله اكبر عليه، لا عمل جدول ولا خصص وقت وقاعد بيلعب اللعبه. نخش بقى يا جماعه على البلوه الثانيه، ودي بقى مصيبه. انا اتزاولت، مش عارف اوصف لكم انا ساعتها حسيت بايه. انا لما خدت المكان الجديد ده ما عنديش نت، فقدمت على نت وجالي تقريبا بعدها ب8 ايام. اسباب المشكله والتعطيل مش ده المهم، مش دي البلوه. انا عايز احكي لكم على البلوه. بعد ما رحت الفرع مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة، في الاخر قالوا لي لا حضرتك لازم تكلم الكاستمر سيرفيس وهم ايه هيحلوا لك المشكله دي. فقلت لهم حاضر. اتصلت بالرقم ومش هقول اسم الشركه، فرد عليا انسان محترم جدا، قال له السلام عليكم. قال عليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم، نتعرف باسم حضرتك. قلت له ادهم. ده اللي انا قلته. بعد كده لقيته ايه بقى، يا رب تكون دايما بخير وصحه وعافيه وسعاده يا استاذ ادهم. الله يسلمك، نحن سعداء باتصال حضرتك وشرف لينا يا فندم. ربنا يخليك، الشرف ليا والله. يا رب ما نتحرم من صوت حضرتك الطيب يا فندم. يا سيدي تسلم، وكل عام وحضرتك طيب يا فندم. انا عارف ان رمضان خلص بس انا قلت اقول لك رمضان كريم يا فندم. الله اكرم، وعيد سعيد على حضرتك يا فندم. وانا عارف ان لسه العيد عليه شهرين، بس نكون احنا يا فندم سعداء اننا نكون اول ناس نعيد على حضرتك يا فندم. يا سيدي وحضرتك طيب، ويا رب دايما يا فندم تكون ناجح وعالي ونجمك عالي وتحقق كل اللي انت تتمناه يا استاذ ادهم. انا فجأة يا جماعه من الصدمه ما عرفتش اقول ايه ساعتها. لقيت نفسي بقول له الله يسهل لك ويرزقك ان شاء الله، مع السلامه، وقفلت. ولحظه استيعاب كده، هو انا كنت بكلم مين؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بعدها بدقيقتين لقيت رقم بيرن عليا، فرديت الو. لقيت الانسر ماشين، والانسر ماشين بيقول لي ايه بقى، نرجو من سيادتكم تقييم اخر مكالمه لحضرتك معانا، والتقييم من 1 ل10 ورقم 10 هو اعلى تقييم. قلت بس انا فهمت ليه الراجل عمال لي يا رب دايما الهي تنسطر، يا رب الهي يا رب يكرمك الهي. اتاري عشان التقييم. طب يا عم حل لي مشكلتي الاول يا عم، والله العظيم وانا هديك تقييم، هديك 11 12 لو في، والله العظيم، بس حل لي المشكله الاول. في النهايه والله العظيم الراجل صعب عليا واديته تقييم عالي، وقلت هتصل تاني اكيد الراجل ده غلبان يعني او كده. فاتصلت تاني، فرد عليا واحد تاني، نتعرف باسم حضرتك يا فندم، ادهم معاك يا فندم. يا رب دايما تبقى كده يا الهي، يا رب شكرا لحضرتك، احنا سعداء جدا جدا يا فندم. وبعدين بقى هو انتوا واخدين اوردر تردوا كده وتبقوا يا جماعه اسلوب مش حلو، والله اسلوب مش حلو. عموما ما حلتش المشكله الا لما رحت السنترال بنفسي. يعني انا رحت بنفسي علشان احل المشكله، علشان ما اقعدش بقى ايه الهي يا رب تنسطر الحاجات دي. فقلت لا خلاص كده شكرا. ودي كانت البلوه الثانيه. نخش بقى في البلوه الثالثه.
البلوه اللي جايه بقى يا جماعه هي كوميديه. واحد زميلي غلبان والله العظيم، بس يعني بنحب نهزر كده من فتره للتانيه يعني. هو تحسه مقلب يعني، هي بلوه في مقلب شويه. هو مسافر وقاعد لوحده. المهم انا كنت بكلمه في التليفون، فقام يعمل كوبايه شاي، فهو بيكلمني بيقول لي الحق يا ادهم. قلت له في ايه؟ قال لي برطمان السكر كله مليان نمل. برطمان السكر كله مليان نمل؟ قال لي والله العظيم وما عنديش سكر، اعمل ايه بقى؟ قلت له بس حلك عندي يا معلم، انت لسه في عندك شمس؟ قال لي الشمس طالعه. قلت له حلو، هات صينيه فضي فيها السكر كله بالنمل كله وحطها في الشمس لمده 5 دقائق 10 دقائق. قال لي هيحصل ايه؟ قلت له اسمع مني بقى، النمل كله هيمشي من السكر. احلف يا ابني انا مش بهزر معاك، اعمل بس كده. خد الصينيه فعلا وحط فيها السكر وطلعها في الشمس. وانا معاه التليفون قلت له ها بص عليها كده. المهم راح بص يا جماعه لقى فعلا 90% من النمل مشي. قال لي بس لسه في نمل كده موجود. قلت له بس حلهم بقى دول عندي، دول مش هيمشوا من الشمس. قال لي هنعمل ايه؟ قلت له اسمع مني، هات صينيه تانية غويطه حط فيها مثلا لتر ميه. قال لي ماشي. قلت له فضي فيها السكر بالنمل ده. قال لي تمام. قلت له سيبها دقيقتين او 5 دقائق. المهم راح جايب الصينيه وحط فيها الميه وفضل فيها السكر اللي فيهم باقي فيهم شويه نمل. قلت له بص يا معلم بقى، النمل هيموت من الميه وهتلاقيه يطفو كده على الميه من فوق، هتلاقيه عايم على الميه من فوق، باي حاجه كده هتشيلهم ويبقى السكر معاك تمام. قال لي حاضر. يعني غلبان والله العظيم، لو شفت الفيديو ما تزعلش مني انا كنت بهزر. قلت له ها النمل عام على وش الميه. المهم دخل يا جماعه ولقى فعلا النمل عايم على وش الميه. قال لي يا ادهم انت عبقري، ده النمل كله على الميه. قلت له حلو، باي منديل بقى او كده تروح شايل النمل من على وش الميه. قال لي تمام. قلت له بس كده. هم بعد ما شال النمل لقيته بيقول لي ادهم. قلت له ايه؟ قال لي هو فين السكر؟ في الميه يا ابني، انت مجنون ولا ايه؟ قال لي ادهم السكر ده في الميه. قلت له احلف. قال لي والله العظيم السكر ده في الميه. يا ادهم حرام عليك يا ادهم، يا ادهم انا بقول لك ما عنديش سكر يا ادهم، انت عارف كيس السكر بكام يا ادهم؟ صعب عليا والله العظيم. يا عليك ده انا بهزر. قلت له طيب بص خلاص انا اسف والله، بص في حركه حلوه ممكن تعملها ترجع لك السكر تاني. قال لي اعمل ايه؟ قلت له عندك العلبه اللي بتبقى فيها مكعبات فاضيه كده بتتحط في الفريزر دي؟ قال لي عندي. قلت له حلو، هتاخد بقى بكوبايه كده الميه بسكر دي وتحطها في المكعبات دي وتحطهم في الفريزر. قال لي وبعدين؟ قلت له لما يجمدوا اعمل يا باشا كوبايه الشاي وحط عليها مكعبين 3 تلج. قال لي يا ابن اللعيبه ده هي اصلا ميه بسكر وهيبقى السكر موجود فيها. قلت له بس يا معلم. المهم يا جماعه من بعدها بتصل بيه ما بيردش، بتصل بيه ما بيردش لحد ما رد نزل فيها شتيمه يعني قلت بس يا عم في ايه مالك يا عم انت كويس؟ قال لي يا عم ربنا يسامحك انا بقيت اشرب الشاي ايس تي. قال لي يا ادهم يعني انا بعمل شاي سخن يا ادهم تقول لي حط فيه مكعبين 3 تلج يا ادهم؟ ما بلحقش اشرب الشاي سخن. والصراحه اعتذرت له بعدها كتير يعني، قلت له والله انا اسف يعني انا بعمل فيك مقلب كده، بس هو طلع مقلب سخيف. نخش بقى في البلوه الاخيره، بلوه كندا يا جماعه. بلوه كندا دي مع الصيف مشكله مصيبه، وطلعت في اختراع جديد كده اسمه الايس كريم. بقت من كتر الحر اللي احنا فيه ده يا جماعه بقت عايزه كل ساعتين 3 بابا انا عايزه ايس كريم. حاضر يا كندا اجيب لها الايس كريم. وبنت المحظوظه تفتح الايس كريم تشيل الورقه، بابا انا كسبت يا كندا. ماشي يا حبيبتي بكره نغيره. بكره ايه يا بابا؟ الراجل مش هيرضى يا بابا، الراجل مش هيرضى كده يا بابا. لازم نغيرها دلوقتي يا كندا. خلاص ما احنا كلنا ايس كريم يا حبيبتي، هغيرها وتاكليه بكره. ماشي يا بابا بس نغيرها. حاضر يا حبيبتي. خدتها ونزلنا غيرنا الايس كريم وطلعنا. كندا تسكت ما تسكتش. مالك يا كندا في ايه يا كندا؟ عايز اكل ايس كريم حرانه يا بابا حرانه. يا كندا ما انت لسه واكله ايس كريم يا حبيبتي، هتاكلي ايس كريم تاني؟ يا بابي ارجوك هاخد منه حته. ماشي يا كندا. فتحت الايس كريم، بابا الايس كريم كسب. يا نهار ابيض. طب يا حبيبتي نغيره بكره. ليه يا بابا بكره؟ الراجل مش هيوافق بكره. يا حبيبتي هيوافق والله. يا بابا ارجوك نغيره واكله بكره. ماشي يا كندا. خدتها ونزلنا غيرنا الايس كريم. بنت المحظوظه طلعنا حطيناه في الفريزر. كندا تسكت ما تسكتش، عايزه تشوف هي كسبت ولا لا تاني. فتحت عياط. يا بابا اشيل ورقه بس. ما تشيليش الورقه بكره يا كندا. يا بابا ارجوك يا بابا عشان خاطري. ماشي يا كندا نشوف الورقه يا كندا، بس مش هتاكليه. مش هاكله يا بابا مش هاكله. بنت المحظوظه تشيل الورقه. كسبت يا بابي ايس كريم. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هو انا هقضي اليوم كله كده؟ وبنت المحظوظه كسبت تاني ايس كريم. بنت المحظوظه
بس ما نزلناش نغيره. انا انهارت، انا بقيت اعيط خلاص، ما بقيتش قادر. هي بتعيط وانا بعيط. كنت عايز انزل السوبر ماركت اقول له انت ايه يا عم؟ هو انت مفضي كرتونه كلها مكسب؟ هو انت عايز تخسر؟ انا عايز افهم الشركه دي عايز تخسر حاطه كل المكسب في كرتونه واحده ولا في ايه؟ وما غيرتوش يا جماعه اليوم ده، غيرناه بكره. وبنت المحظوظه تاني يوم كسبت تاني، منعتها من الايس كريم. قلت لها خلاص مفيش ايس كريم تاني في الحياه. يا بابي ليه يا بابا؟ انا بحب الايس كريم. يا بابا الجو حر. مفيش ايس كريم في قاموسنا تاني في الحياه، شكرا خلصت. وطبعا ما سابتنيش، عيط. قلت لها عيطي بقى لبكره بقى، عيطي خلاص بقى مفيش تاني ايس كريم. وخلصت بلاوينا النهارده يا جماعه، واستنونا في بلاوي كل يوم. وما تنسوش طبعا يا جماعه اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، هو ده الدعم الحقيقي منكم ليا علشان استمر واكمل. وبس كده، باي باي.